صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كانت الظروف ومهما كانت الدنيا مقفلة. لأن الأمل في ربنا، وربنا دايما موجود وفوق الكل وعادل. دلوقتي الزمن الصعب اللي احنا فيه والظرف الصعب اللي احنا فيه اللي بيحصل عند اخواتنا ده فرصة كويسة عشان تعرف تفرز الناس اللي في حياتك، سواء اللي بتتعامل معاهم تعامل مباشر أو الناس المشاهير، أو يعني بص، فرصة تفرز الناس اللي في حياتك ده عن طريق جملة واحدة. الجملة دي هتعرفك مين يمين ومين لا مؤاخذة شمال. الجملة دي بتقول إيه؟ يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. في ناس منكم عارفين الجملة دي. ما معناه ان في الظروف الصعبة والاوقات الصعبة اللي احنا فيها دي كلمة الحق صعبة، وانك تاخد طريق الحق وجنب الحق صعب. تعرف الرجالة في الظرف اللي احنا فيه ده ازاي؟ انه دايما هيقول كلمة الحق او ياخد موقف الحق او ياخد جانب الحق، حتى لو كان ده هيخسره او هيضره. انما في ناس تانية معرضين او منافقين او بتوع مصلحة، بالنسبة لهم يعرف الحق بالرجال. هم عندهم شوية، مش هنسميهم رجال يعني، عندهم شوية ناس كده اي حاجة يقولوها هي دي الحق واحنا ماشيين وراه. ففي الزمن ده يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. دور على الرجال اللي بياخدوا جانب الحق في الظروف الصعبة والايام الصعبة دي، والحمد لله طلعوا كتير. هم دول الناس اللي تمشي وراهم، تسمع كلامهم، تصاحبهم، تفهم منهم اللي انت مش قادر تفهمه. هم دول الرجال. صباح السعادة.